قصة جريمة حقيقية من أغرب قضايا الخيانة التي يمكن أن تسمع عنها. أحداثها هزت الضمير والمجتمع المصري عن بكرة أبيه، فمع ذكاء الجناة في التخطيط لجريمتهم، إلا أنهم تمتعوا أيضا بأقصى درجات الغباء. قصة جريمة حقيقية حدثت في منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بجمهورية مصر العربية. بدأت أحداثها عام 2018. هند، زوجة مصرية تبلغ من العمر 30 سنة، تسكن في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة بجمهورية مصر العربية، وهي متزوجة ولديها بنتان وولد. البنت الكبرى تسمى ندى وتبلغ من العمر 7 سنوات، والوسطى تدعى جنى وعمرها 5 سنوات، أما أصغرهم فهو معاذ وعمره 2.5 سنين. كانت هند تعمل في مصنع للملابس في شبرا الخيمة، وزوجها يدعى عماد، وكان يعمل في دولة الكويت لأن عمله في مصر لم يكن مجزيا، فسعى حتى أكرمه الله وحصل على عقد عمل في الخارج. وقبل سفره كان قلقا على زوجته وأولاده، لأنهم كانوا يقيمون في شقة بنظام إيجار جديد، وكانت بعيدة عن أهله وأهلها وفي مناطق تفتقر إلى الأمان، فقام باستئجار شقة أخرى قريبة من منزل أهله ليطمئن عليهم. وفعلا انتقلت هند مع أولادها إلى المنزل الجديد، وكانت مسرورة به. ومنذ دخولها إلى المنزل أخذت قرارا بأن تغلق على نفسها ولا تختلط بأحد من الجيران إلا في أضيق الحدود، لأن الاختلاط حسب ما قالت يسبب المشاكل، وقد عانت منه في شقتها السابقة. وبالفعل أغلقت بابها، وحتى أهلها وأهل زوجها كانوا قليلي الزيارة، والتواصل معهم كان يجري بالهاتف، أو كانت تأخذ أولادها وتذهب لزيارتهم. وكان جيران هند الجدد قد فهموا طبيعتها واحترموا خصوصيتها، وكل ما يعرفونه عنها أنها زوجة ابن الحاج يحيى الذي يسكن في المنطقة المجاورة، ولم تكن بينها وبينهم إلا سلام عابر. وعن علاقتها بزوجها فكانت طيبة جدا، ولم تكن هناك أي مشاكل، وكان يكلمها يوميا ويطمئن عليها وعلى أولاده، على الرغم من أنه كان يعمل ليل نهار لتأمين مستقبلهم. وكان كل حلمه أن يشتري شقة تمليكا لأسرته ليتخلص من عبء الإيجار. أما هند فكانت منشغلة بعملها وتساهم بكل راتبها في تحمل المصاريف، وكانت الحياة بينهما مستقرة وتسير كما خطط لها. وفي يوم من الأيام نزلت هند إلى السوق لشراء بعض المتطلبات للمنزل، وفي طريقها تعرض لها رجلا يبدو عليه مظاهر البلطجة، وبدأ يضايقها ويعاكسها. ففي البداية تجاهلته هند، ولكنه لم يتركها وظل يمشي خلفها يضايقها بكلامه ونظراته حتى استفزها، فانفعلت واشتبكت معه بالكلام. وأثناء ذلك كان يوجد شاب واقف على ناصية الشارع، فسمع صوت هند وهي تصرخ، فتدخل سريعا واشتبك مع ذلك الرجل، وحصلت بينهما مشاجرة شديدة انتهت بصعوبة. وبعد أن انفصلوا طلب الشاب من هند أن يوصلها إلى أول الشارع لتركب أي وسيلة تقلها إلى بيتها، فوافقت. وأثناء السير بدأ الحديث بينهما، فشكرته على ما فعل وأخبرها أن اسمه محمد. طلب منها رقم هاتفها ليطمئن عليها، فلم تتردد وأعطته الرقم ومضت. وبعد ساعة اتصل بها وتحدثا، ومن داخلها كانت مسرورة باتصاله، وشعرت بأنه شخص جدع بحسب تعبيرها بسبب موقفه معها. ومنذ ذلك اليوم أصبحت المكالمات بينهما متكررة بحجة الاطمئنان على بعضهما. ثم تطورت هذه المكالمات، فلم تعد مجرد سؤال عن الأحوال الشخصية، بل أصبحت تفاصيل وفضفضات وتعارف عميق.
وبعد أيام قليلة تحولت المكالمات إلى أمر يومي ليلا ونهارا، حتى أصبح الكلام بينهما يتسم بالود والحنان، وتطورت العلاقة من صداقة إلى إعجاب ثم إلى حب. وطوال هذه الفترة كان عماد زوج هند لا يعلم شيئا عما تفعله زوجته في غيابه. وبعد مدة قصيرة زاد التعلق بين هند ومحمد، حتى صارا يريان أنهما لا يستطيعان الفراق، وكان كل منهما يخشى أن يصارح الآخر بما في قلبه، إلا أن محمدا قرر في نهاية الأمر أن يصارحها وأخبرها بحبه لها، وأنه لا يستطيع البعد عنها ويريد أن يكونا معا بأي طريقة. فلم تعترض هند، بل فرحت بكلامه، وبدأت تفكر في أن تطلب الطلاق من زوجها عماد لتتزوج محمدا، ولكن عندما أخبرته بذلك رفض الفكرة، وقال إنه على قد حاله ولا يستطيع تحمل نفقاتها ونفقات أولادها. في البداية غضبت هند، ولكن بعد تفكير وبسبب ضغط محمد عليها اقتنعت بأن تبقى على ذمة زوجها وتستمر في علاقتها الخفية مع محمد، وبدأ يفكران كيف يمكن أن يكونا معا. وبعد فترة اقترحت هند عليه أن يأتي إلى بيتها، وقالت إنه أكثر الأماكن أمانا، وأن أولادها صغار ولن يفهموا شيئا، ولكن محمدا كان مترددا وقلقا، فهو يعلم أن المنطقة شعبية والناس فيها يعرفون بعضهم جيدا، وإذا رأوا وجها غريبا فسيسألون عنه وقد يثير الشبهات. ففكرت هند في حل يخفي الحقيقة، وقالت إنها ستقدمه للجيران على أنه أخوها، وبذلك لن يشك أحد في شيء. وقد أعجب محمد بالفكرة، وتم تحديد اليوم الذي سيزورها فيه، وفي ذلك اليوم ذهب متأخرا حرصا على ألا يراه أحد، ووصل إلى العمارة وصعد إلى شقتها دون أن يلاحظه أحد. وفي ذلك اليوم كان الخوف يسيطر على كليهما، وكل قليل كانت هند تنظر من الشرفة لتتأكد من أن لا أحد من أهلها قادم، على الرغم من أنهم نادرا ما يزورونها. ولذلك لم يمكث محمد طويلا وغادر سريعا، ومر اليوم بسلام ولم يشعر أحد بشيء. ثم اتفقا على يوم آخر، ولكن هذه المرة جاء محمد في وقت النهار، وحدث ما كان يخشيانه، فما إن دخل المنطقة حتى سأله سكان الحي: من أنت؟ وإلى أين تذهب؟ فرد عليهم: أنا أخوها. وصعد إلى شقتها كالمرة السابقة، ففتحت له الباب ودخل، وعرفته على أولادها، وقالت لهم: هذا خالكم محمد، كان في السفر وقد عاد. وكان محمد قد أحضر معه بعض الحلويات ووزعها على الأطفال. ثم أخذتهم هند إلى غرفتهم وأغلقت الباب عليهم وجلسوا وحدهم. وبعد دقائق دخل الاثنان غرفة النوم وأقاما معا علاقة زوجية، ومنذ ذلك اليوم كثرت زيارة محمد إليها، وتعرف في المنطقة، وصار يذهب ويجيء إلى بيت هند بحرية تامة، وصار يسلم على الجيران بمنتهى الثقة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صار يأخذ الأولاد وينزل بهم ويجلب لهم الحلوى من أسفل البناية، وكان الأولاد ينادونه في وسط الناس بخالهم محمد، وكل ذلك ليثبت للجيران والسكان أنه خالهم حقا. ولكن في الوقت نفسه طلبت هند من أولادها ألا يتحدثوا عن محمد أمام أحد من أقاربهم، وبررت طلبها ذلك بأن محمدا عليه خلافات مع الجميع ولا أحد يحبه. وصدق الأولاد كلامها وسمعوا لها ولم يخبروا أحدا. ومع مرور الوقت أصبح وجود محمد في بيت هند أمرا طبيعيا،
ولكن المشكلة الوحيدة التي كانت تواجههما هي أن معاذ ابنها كان متعلقا بها جدا، ودائما يبكي لينام في حضنها، وكان ذلك يزعج محمدا، فبدأ يتعصب ويصرخ في وجهه، ولكن معاذ لم يكن يتوقف عن البكاء والصراخ، ومن أجل ذلك أصبح محمد يكرهه ويتضايق منه، وهند لم تكن ترضى أن تغضبه، فكانت تجامله وتؤثره على نفسها. وطوال وجوده في البيت كانت هند تصرخ في أولادها وتضربهم وتحبسهم في غرفتهم ليستريح محمد، وأصبح هو شبه مقيم في الشقة، وكان يعيش معها بكل حرية، حتى وصل بهما الأمر إلى أن محمدا ترك عمله، وصارت هند هي التي تنفق عليه وتعطيه المال، ومن كثرة ثقتها به كانت تذهب إلى عملها وتتركه مع أولادها في البيت حتى تعود. وبسبب التغير الذي حدث في حياتها توترت هند على كل شيء، وتغيرت مع زوجها عماد، فلم تعد تطيقه، وصارت تعامله بسوء يتزايد يوما بعد آخر، وفي كل مرة كان يكلمها عماد ليصالحها كانت تخلق المشاجرة بنفسها لتتجنب الحديث معه أياما، وفي كل خلاف كانت هند تتهمه بالتقصير في حقها، وتطلب منه مبالغ كبيرة من المال لتحقق أهواءها ورغباتها، وكان عماد يطيعها ويرسل لها كل ما تطلبه، وأكثر هذا المال كان يصل إلى محمد الذي كان يصرف على نفسه منه، واستمر الوضع على هذا الشكل لمدة عدة شهور. وفي تلك الفترة كان عقد إيجار الشقة قد انتهى، واتصل بها صاحب الشقة وطلب منها إخلاءها لأنه لا يريد تجديد العقد، فطلبت منه مهلة حتى تجد مكانا آخر فوافق، وبقيت هند تبحث عن شقة في منطقة أخرى شرط أن تكون في مكان لا يعرفها فيه أحد لتواصل علاقتها مع محمد دون شبهات. وفي شهر أغسطس من سنة 2017 وفي يوم عادي نزلت هند إلى عملها وتركت أولادها مع محمد في البيت، وقرب العصر اجتمع الجيران وأهل الشارع على صوت محمد وهو يستغيث، وكان يحمل معاذا على يده ووجه الطفل ورأسه ينزفان الدم، فسألوه ماذا حدث؟ فأجابهم كان معاذ يلعب أمام باب الشقة فرأى قطة تنزل من الدرج فخاف وجرى فتعثر وسقط، وعندما عادت هند من عملها ورأت الناس مجتمعين ومعاذا في ذلك الحال أصابها هستيريا وأخذت تصرخ وتلطم وجهها، فحاول الجيران تهدئتها وأحضروا لها توك توك لنقل الطفل إلى المستشفى، وعندما وصلوا إلى المستشفى كشف الطبيب على معاذ، ثم بعد فحص دقيق أعلن أن الطفل قد توفي، فسألهم ماذا حدث له؟ فقال محمد نفس الرواية التي قالها للجيران، فسجل الطبيب ذلك في التقرير الطبي. وفي حين كانت هند ومحمد في المستشفى لإنهاء بعض الإجراءات كان أحد الجيران ممن يعرفون الحاج يحيى حماها قد ذهب إلى بيته وبلغه بما حدث لمعاذ، وفي دقائق ذهب جد معاذ وعمه إلى العمارة، وعندما وصلوا أخبرهم الجيران أن هند وأخاها على حد زعمها قد أخذا معاذا وذهبا به إلى المستشفى، فاتصل الجد بهند ليفهم ما جرى، ولكنه وجد هاتفها مغلقا، فاتصل بأحمد أخيها، وعندما أجاب سأله عن معاذ، فاستغرب أحمد من السؤال وقال لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع. فبعدما سمع الجد ذلك طلب من أحمد أن يذهب إلى شقة أخته، وعندما وصل سأله عن أخيه الذي يعيش مع هند وأولادها والذي يتحدث عنه الجميع، فأكد أحمد للحاج يحيى
أنه لا يملك أخا آخر. وفي تلك اللحظة أدرك الجميع أن هند كانت تكذب عليهم، وأنها استغفلتهم، وكانت على علاقة برجل غريب، وأنها كذبت في دعواها أنه أخوها، ولكنهم لم يتحدثوا، وانتظروا حتى تعود هند ويطمئنوا أولاً على معاذ، ثم يواجهوها بالحقيقة. وعندما رجعت هند ومحمد وأعلن وفاة معاذ، تفاجأت بأحمد أخيها وهو ينتظرها مع الجيران، فما إن رأته حتى بدأت ترتعش وتنظر حولها برعب، فأخذ أحمد منها معاذا وأعطاه لجده وسألها: من هو هذا الرجل؟ وفي تلك اللحظة حاول محمد الهروب، ولكن أهل المنطقة أمسكوا به وأخذوا يعتدون عليه بالضرب، وأحمد أيضا أمسك بهند وضربها. أما الحاج يحيى فكان في صدمة شديدة، ففي لحظة فقد حفيده، واكتشف أن زوجة ابنه خائنة وفي قلبه نار تغلي، وبسبب البلاوي التي اكتشفها قرر أن ينتقم منها، فقام حماها والد زوجها بعمل محضر ضدها، واتهمها فيه بأنها أهملت في أحفاده، وأنها كذلك تسببت في وفاة معاذ. وبسبب ذلك المحضر تحركت قوات الشرطة بسرعة وألقت القبض على هند ومحمد لتستجوبهما. ولم يكتف حماها بذلك، بل قام بتحرير محضر ثان ضدها اتهمها فيه بالزنا، وأنها لم تصن عرض زوجها في غيابه. وعند التحقيق مع محمد وسؤاله عن علاقته بهند، قال إن هندا هي من أجبرته على العيش معها، وأنها أغرته بالمال وجعلته يترك عمله، وأنها كانت تنفق عليه. ولما سئل عن يوم وفاة معاذ قال نفس الرواية التي قالها للجيران. وعند سؤال بنات هند لاحظ رئيس المباحث أنهن خائفات، وأن مظاهرهن غير طبيعية وفي حالة نفسية سيئة، وكأنهن لا يستطيعن التكلم، فحاول الضابط أن يهدئهن وقال لهن إن محمدا محبوس ولن يتمكن من إيذائكن. فعندما اطمأنت البنات وشعرن بالأمان تكلمن وفجرن المفاجأة. في يوم وفاة أخيهن معاذ استيقظ معاذ من النوم ولم يجد أمه، فبدأ يبكي وينادي عليها، فلما سمع محمد صوته تعصب وتضايق من بكائه وصراخه، فصار يصرخ في وجهه ليسكته، ولكن معاذا كان خائفا وصوته ارتفع أكثر. ففي تلك اللحظة فقد محمد أعصابه وحمل الطفل وبدأ يضرب رأسه في الحائط بكل قوة حتى سكن معاذ تماما وامتلأ وجهه بالدماء. ولما رأى محمد ذلك المنظر خاف وحاول إفاقته، ولكن معاذ لم يكن يجيب، فتركه على الأرض وذهب إلى البنات وهددهن بأنه إذا تحدثن بما جرى فسيقتلهن كما قتل أخاهن. ولكي يحكم المسرحية أمضى وقتا في تدريبهن على ما سيقولن للناس، ثم نظف المكان من آثار الدم وفتح باب الشقة ورمى معاذا على الدرج ليبدو أنه سقط وتوفي. وبسبب كلام البنات مع رئيس المباحث تحول مسار القضية كليا من قضية إهمال إلى قضية قتل، فصدر أمر بتشريح جثة معاذ للتأكد من سبب الوفاة، وتم إعادة التحقيق مع هند ومحمد، ولكن هذه المرة بتهمة مختلفة. وفي التحقيق أصر محمد على روايته، ولكن تقرير الطب الشرعي أثبت أن سبب الوفاة هو ضربة في الرأس بجسم صلب، وأن الطفل توفي بسببها. وبعد ضغط كبير في التحقيق نخار محمد واعترف بكل شيء، وقال إنما فعلته كان في لحظة غضب ولم أكن أقصد قتله. وبهذا الاعتراف ثبتت عليه تهمة القتل، وتم حبسه هو وهند على ذمة القضية.
وبعد كل ما حدث والفضيحة التي تسببت فيها هند، قام صاحب الشقة التي كانت تسكن فيها بطلب من حماها أن يأتي ويخلي المنزل وينقل أثاثها. فذهب الحاج يحيى ومعه زوجته وابنه ليخلوا الشقة، ولكن حماة هند لم تستطع أن تتحمل منظر المكان الذي قتل فيه معاذ ولا أن تسمع كلام الناس، فقررت أن تنزل من الشقة. وفي طريقها وهي على الدرج ومن شدة القهر والوجع أصيبت بسكتة قلبية مفاجئة وسقطت من على السلم وتوفيت في الحال. وفي شهر أبريل من عام 2018 صدر الحكم في القضية، وقضت المحكمة بسجن هند وعاشقها محمد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت التهم عليهما من قتل وزنا وإهمال وخيانة الأمانة الزوجيات. وكانت تلك نهاية مأساوية لقصة ممتلئة بالخيانة والظلم والكره، والتي بدأت بخطوات خفية في الظلمات وانتهت بالفضيحة والهلاك. الخيانة أمر شنيع، فإن الشخص الخائن لا يؤتمن على مال ولا عرض ولا حتى أولاد، وهند كانت تظن أنها بالحيلة والمكر ستبقى مستورة، ونسيت أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الإصرار على الكبائر نهايته رفع ستر الله وحلول العقوبة.